أنا أشكرك إنه أنت ربيتي هيك تربية وخليتيها توصل هيك مرحلة، وأنت بمنطقة فقيرة وأنت سيدة فاضلة، وصلتي بنتك إنه تكون طالبة وقسمها تخدير. شلون وصلتيها للمرحلة هذه؟ والله وصلتها بتعب. تعبت حيل. هن عندي 3 بنات اني. يا الله يستر. جيهان مرحلة ثانية تخدير، وزينب خامس علمي، واروى ثاني متوسط. ولد عندك؟ لا ما عندي، هن 6 بنات. ابوهم وين؟ منفصلة لي 8 سنوات. بارك الله بيك. الله يسلمك. ويعطيهم الشهر 300,000، وخطها هي 100 وذني 40,000 خطوطهن، والايجار 175. شلون مدبرتها؟ مدبرتها اخبز خبز الناس. شوف حضرتك، شوف قد ايه اخبز والله العظيم، اخبز ومنك ومن غيرك والناس تساعدني والحمد لله والشكر. راتب رعايه عندك؟ سويتوا لها قضيه راتب الرعايه؟ طلع اسمي بس اسم واحد اني، لان هن ويا ابوهن. طلع اسمي بس اني. استلمتي راتب؟ ايه شهر واحد 125. راتب الرعايه 125؟ ايه. استاذ تسمح لي، بالنسبه لبناتها لو يتحولن وياها مو ويا ابوها، الراتب يصعد يوصل ل 400,000. بس ما يكفيها 300. اي اسمح لي استاذ احسن. بس الايجار 175 والله العظيم، والشارع كله يشهد. اي مو عندها 3 بنات. 3 بنات ما مشمولات وياهم بالراتب، مشمولات ويا ابوهم، العفو هي منفصله. فاذا ينضافون وياها على كل طالبه كليه 100,000 دينار، هاي وحده. الشغله الثانيه موضوع التخفيض اللي يصير بالكليات. زين دقيقه، انت منين تدفعين مال الكليه؟ والله ايش قد هو المبلغ مال الكليه؟ 2,500,000. 2,500,000. اي والله. شلون تدفعين؟ شلون ما كان؟ ها؟ خوالها خالاتها. تمام. بابا انت المفروض هسه تفرحين تفتخرين، واني اشكرك انه انت محافظه على نفسك، على حجابك، على وضعك، وجدا فرحانه انه اكو بيش وضع، بيش منطقه، بيش ظروف، انه انت تكملين ان شاء الله تقدير جيد، قسم اختصاص جيد مهم. تمام. استاذ قاسم، نحتاج انه كتاب مثل مكتب معالي وزير استاذ عزيز، مثل هيك حالات عناصرنا اللي موجوده في فريق التواصل الالكتروني الحكومي الخاصين بالتعليم العالي، ممكن ننقل هيك حالات يخاطبون الجهه المعنيه موضوع التخفيض. هسه كليات اهليه يقول لك احنا شغلنا هذا ورزقنا هذا، وعندنا اجور وعندنا كذا. لا عندنا، بس بالمقابل مثلا ممكن انه هي مثلا تصير استضافه مثلا بكليه حكوميه وجماعه ما ياخذون. استاذ حتى ذا كليه اهليه عندنا استثناءات وعندنا تخفيض. مثل هيك حالات احنا عناصرنا اللي موجوده في فريق التواصل الالكتروني الحكومي، تعرف احنا مقسمين على الوزارات، فكل من على اختصاصه. فمثل هيك حاله نقدر نرفعها لذوي الاختصاص موضوع التخفيض او الاستثناء، حتى لو كانت جامعه اهليه. جيد. جيهان البطل، عندك فد كلمه؟ جيهان مو؟ جيد، عندك فد كلمه؟ اتمنى ان شاء الله يسمون كلمته ويساعدوني بس. يساعدوك؟ ان شاء الله. تمام. احنا ان شاء الله نوعدك راح نتابع موضوعك، هاي واحد. 2 توعدين انه تكملين دراسه وديري بالك على ماما. ان شاء الله. ولما تتخرجين تعتنين بها تعوضيها. زينب تريد طب اسنان. يا طلعت هسه الحمد لله. وين نتيجة زينب؟ طلعت الاولى هسه اليوم. ها يعني بالخامس؟ خامس علمي. اي. ايش قد طلعت؟ هسه جابتها اليوم كله 90 و100. يا الله يا الله، الله يوفقك. واروى نفس الشيء، محور عام ان شاء الله. الله يوفقك. في هاي الام العراقيه اللي ممكن تربي هذه. شو تقولين دكتوره؟ والله يعني رغم الظروف الصعبه اللي هم عايشين بيها، لكن الام ما شاء الله بالعاده يعني العوائل اللي امورهم معدله ابنائهم ممكن يطلعون طبيه، ممكن يطلعون، لكن ومع ذلك ممكن تلقى انه العائله هي متمكنه جدا واولادها ما يقرون ويكتبون، لكن ما شاء الله يعني الام هنا رغم ظروف المعيشه والصعوبه اللي تعانيها، لكن طلعت يعني ما شاء الله بنيه محترمه ومؤدبه ومجتهده، والبقيه اللي ايضا اولادها ايضا كما تقول يعني هي شطار، فما شاء الله يعني أنا نتمنى له كل التوفيق وكل الدعم إلها، وهيك يعني طلبه او هيك كفاءات وهيك مستوى من التعليم مفروض يكون دعم خاص لهم. زنوبه شلونك؟ عاشت ايدك يا بطله ما شاء الله. 98 91 95 95 100 100 عاقبتها عليها 94 100 97 83. انجليزيتها شويه مو؟ اي. لازم لا تصير قليله، لازم تقوي نطقك بالانجليزي. تمام؟ الله يوفقك. يلا ان شاء الله الله يوفقك. بعد عمرك. شكرا لك. بعد قلبك. شلون الحجيه؟ صحه وعافيه. ذني البركه ذني. شلون اسمه؟ شلون صحتك؟ الله يطول عمرك. صحه وعافيه. دائما يمش له خطاب. لا خطاب ما تدري. وين رايح حطينا؟ لا يما ما اقدر. احنا نوديها الدكتور. دكتور محتاجه طبيب؟ لا طال عمرك. تروحين باش تدز اسعاف؟